ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه العالميه ده؟ ايه يا جدعان في كده؟ في كده يا جدعان؟ انا عمري ما شفت كده والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض طريقة عمل رز بلبن ان شاء الله مع بعض. ودي المكونات بتاعتنا. معايا بقى كده ربع كيلو رز مع معلقتين من النشا، ومعايا بقى زبيب وزداني وجوز الهند وكده، وكوبايتين من السكر، وواحد فانيليا، واتنين رتل لبن. تمام. كوباية السكر على الكيلو رتل لبن. معايا بقى كده الحلة على النار كده. معايا بقى هنزل بقى كده بالرز كده، ومعاها بقى ايه كوباية مية وكوباية لبن. هسيبهم بس كده. هضيف دلوقتي كوباية لبن برضو على الرز برضو مع المية، بحيث ان هي يعني ايه تاخد من طعم اللبن برضو كده، وتستوي برضو الرز يستوي برضو مع الايه مع اللبن وكده. ههدي عليها خالص، على نار هادية خالص، يعني هسيبها بس يا دوبك بس هي تاخد غلوة واحدة، وههدي عليها واسيبها. بسيب الرز يستوي بقى كده ويتشرب زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بقول لكم بقى انا ضفت اللبن على المية اهو مع الرز، وهسيبه بقى يتشرب كده على نار هادية لحد ما ايه ما يستوي معايا. وبعد كده ننزل بايه ببقية الحليب ان شاء الله. كده خلاص. بوريكم بقى بقول لكم الرز معايا كده خلاص اهوت. داخل بقى على سوا خلاص. هبتدي بقى هغطيه واسيبه بقى خلاص ياخد سواه، وهدي عليه بقى. وبعد كده هبص عليه كده خلاص. كان اتشرب بقى زي ما انتم شايفين معايا يا حبايبي كده اهو اللبن، واتشرب بقى خالص الميه واللبن اهو وايه، واستوى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. شايفين بقى طالما خد سواه كده في اللبن وكده. الرزايه بيضه وجميله ازاي. هنزل بقى كده باتنين الرتل من الحليب بالراحه كده، بسم الله، على طول مره واحده كده على طول اهو. وبعد كده بالمضرب بقى وهقلبهم. طبعا ايدك فيها على طول عشان خاطر طبعا ما تكتلش والرز معاكي يكتل معاكي. تمام. يعني عشان ما الرز ما يكلكعش. يعني هسيبها تغلي غلوة واحدة وكده زي ما انتم شايفين. بعد ما خلاص بقى خلت يعني لبن خد غلوتين كده، هنزل بقى بالسكر كده في الاخر. طبعا لان السكر لو حطيته في الاول كده مش هيسوي لي الرز، يعني بيخليش الرز يستوي بسرعه. انما لو ما بحطه في الاخر كده خلاص بيبقى خلاص الرز بتاعي خلاص داخل على سوا بقى. وفي الاخر خالص بروح حاطه السكر. خلاص كده ضفت السكر بتاعنا وخلاص اللبن بقى هيغلي كده. اخر حاجه بقى هنحط طبعا هنحط بقى طبعا معلقتين النشا طبعا عليهم شويه ميه. انا كده بقول لكم خلاص الرز اتشرب اللبن شويه اهو. دي معايا بقى المعلقتين النشا عليهم شويه ميه ساقعين على البارد. قلبتهم على البارد ورحت ضايفاهم على الرز كده على اللبن. وهقلبهم بقى كده وهضيف لها واحدة الفانيليا وخلاص كده. وزي ما انتم شايفين معايا بسم الله ما شاء الله القوام بتاعه ابتدى يتقل معايا كده اهو. حطيت الفانيليا في اخر حاجة خالص عشان تديني بقى الريحة والطعم الجميل بتاعها كده. لان لو حطيتيها في الاول يعني يعني هتضيع ريحتها، هتضيع اصلا، وممكن يعني تبقى طعمها مش باين. فخليها في الاخر كده عشان خاطر ايه تبقى طعمها وريحتها واضحة. كده خلاص انا قلبت بقى كده تقلبتين، وهنا خلاص كان الرز خلاص اتشرب معايا. وابتدى بقى شايفين معلقتين النشا خلى اللبن ربط معايا هو الرز ازاي بسرعة. وبسم الله ما شاء الله ابتدى بقى خلاص كده يتشرب. لو في كمان كريم جانتيه كنت حطيت، بس انا كان عندي خلصان بصراحة. وهنا خلاص يا حبايبي بقى جبت الكاسات بقى عشان هنقدم طبعا الرز بلبن بتاعنا. خلاص كنت نزلته من على النار، وابتديت بقى كده ان انا افرغ بقى الرز بتاعنا بقى في الكاسات كده زي ما انتم شايفين. عادي لو انت عايزه بقى تفضي في كاسات، تفضي في اطباق، تفضي في اللي هي الاطباق اللي هي الفوين دي، عادي زي ما انت حابه، يعني الموجود عندك استخدميه. انا فضيت بقى في الكاسات دي كده بالشكل دوت. طبعا يعني جربوها بس كده بطريقتي باذن الله تعجبكم. طريقه خفيفه جدا وبسيطه، وبسم الله ما شاء الله مش قادره اوصف لكم على طعمه. كان تحفه وقوامه مظبوط، ولا تقيل ولا خفيف. الحمد لله. يعني حاولي ان انتي طبعا ما تكتريش طبعا النشا. هما معلقتين اتنين بس لكل كيلو لبن، معلقه نشا وكوبايه سكر. تمام. وهو ربع كيلو رز على 2 كيلو لبن، عشان طبعا الرز ما يزيدش ويتقل منك وتبص ليه ختم معاكي. كده زي ما انتم شايفين معايا انا بفضي بقى كده اهو زي ما انتم شايفين. واحنا واقفين بقى كده مش طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا كده، ونذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.
وهنا خلاص يا حبايبي كنت ابتديت بقى خلاص كده افضي بقى كل الرز في الاطباق كده. هما الاتنين كيلو لبن بصراحة عملوا لي يعني زي ما انتم شايفين كده معايا، وعملوا برضو في 4 كمان بس ايه يعني 4 اطباق صغيرين كمان كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ازين من على الوش كده. هنحط طبعا معايا بقى جوز الهند كده في الاول. طبعا يعني المكسرات بقى والحاجات دي حسب الرغبة، اللي حابب يحط المكسرات والحاجات دي، لان في ناس ممكن ما تحبش الجوز الهند او الزبيب او السوداني كده يعني. اللي موجود عندك حطي منه طبعا، واللي مش حابب براحتك ما تحطيش يعني حسب الرغبة. هنا كده حطيت بقى جوز الهند، وهحط برضو ان شاء الله زبيب برضو، هنحطه سوداني مع بعض. بيديني بصراحة شكله وطعم جميل قوي برضو مع الرز بلبن. شايفين بقى لون اللبن لون الرز بلبن جميل وابيض ازاي، مع ان والله عندي كمان الرنج لسه ما يعني مش ما صلحتوش. فبرضو الاضاءه يعني مش واضحه قوي، بس هو كان والله لونه ابيض من كده كمان وجميل، بس الكاميرا ظالمه اللون. عشان طبعا الاضاءه عندي ضعيفه جدا، عايزه ازود شويه اضاءه في باذن الله في الشقه كلها باذنك يا رب، ادعوا لي بس. ابتديت بقى كده ازين زي ما انتم شايفين كده، اعمل نظام يعني ورده في النص كده بالسوداني كده سليم زي ما انتم شايفين معايا. أنا قسمت السودانيه كده نصين وزينتها كده زي نظام ورده يعني في النص كده. التزيين ده بقى على حسب ايه الحلاوه دي؟ راحتك انت يعني. ايه الطعامه دي؟ هبتدي بقى كده على ايه الاطراف الشياكه دي؟ احط بقى ده ايه الزبيب بقى الفخامه اهوت. دي؟ هنحط بقى ايه كده على الاطراف الرقي كده ده؟ شويه زبيب ايه كده من الاطراف، العالميه ده؟ ايه يا يدي جدعان في بس كده كده؟ ايه في كده يا يعني جدعان؟ شكل انا كده عمري ما وايه شفت كده والجرأة. للرز بتاعنا. ويا رب يكون النهارده الوصفه بتاعتنا عجبتكم، وان شاء الله باذن الله تجربوها وتقولوا رايكم فيها بقى في الكومنتات. بصراحه الشكل والطعم كان خرافه جدا، والله مش شكر في نفسي او في شكر في الحاجه اللي عملتها، بس بجد هو طالع جميل. يلا جربوها بقى، قوموا دلوقتي يلا اعملوا الرز بلبن دلوقتي لاولادكم كده وفرحوهم في الجو الساقع دوت. هو الرز بلبن جميل، بيتاكل ساقع وبيتاكل سخن عادي يعني. يعني بيتاكل ده او ده يعني عادي بارد او سخن. وكده كنت زينت بقى كل الاطباق معاكم كده زي ما انتم شايفين معايا. طبعا انا وانا بزين نسيت الطبق اللي في الاخر ده، بس انا افتكرته وانا بصور ورجعت زينته تاني. وكده بقول لكم حطوا اللايك بقى للرز بلبن بتاعنا، وده كان الشكل النهائي ليه بقى. وبقول لكم شايفين قوامه، انا قربت لكم شويه للكاميرا عشان تشوفوا القوام بتاعه. بسم الله ما شاء الله، كان قوامه جميل جدا ومتماسك زي ما انتم شايفين معايا. شايفين اهو سايح خالص اهو يعني يدوب في البق كده دوب. وكده بالشكل ده اتفضلوا معايا بقى يا احلى جمهوريه في الدنيا كلها. يا ريتكم كنتوا موجودين معايا يا عفاريت، كنتوا كلتوا الرز بلبن ده معايا. ربنا يجيب اليوم ده وناكله سوا مع بعض باذن الله، ونعمل احلى حفله على اليوتيوب باذن الله مع بعض قريب. وكده اقول لكم بقى اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه مع السلامه.